وتبدأ ثورة في فرنسا بقيادة فندكي ضد ضرايب نيرون، وبينضم إليه حاكم أسبانيا ويعلن مجلس الشيوخ إنه عدو للشعب، ويتخلى عن نيرون الحرس الإمبراطوري، ويهرب نيرون لفيلا برا روما. وأما يسمع حوافر خيل جنود الرومان وهم جايين عليه يطعن نفسه في رقبته ويساعده الكاتب بتاعه، ونيرون بيقول يا له من فنان يموت معي. وبعد ما يموت تحصل حرب أهلية ويحكم بعده غلبة، بس كان عجوز وبخيل. نكمل حكايته بعدين ونشوف فلسطين اللي بيشتغل فيها فيسباسيان بقى فاضي خلاص ليها، واللي بيسيطر ساعتها على وادي القارون وأريحة، بدأ يخنق القدس. والإيسوتوف يا جماعة اليهودية بيخبوا مخطوطات في كهف قمران عشان خايفين من الفيالك الرومانية ما تيجي، وبعد كده بلادهم بتتدمر وبيلاقوا مخطوطاتهم بعدين في الكهف ده في القرن العشرين أصلا. وبعد ما نيرون بيموت القصر اللي كان عايز يبنيه الخيالي دوت بيتهد، وهيتبني بعده عليه الكولوسيوم. وبس كده، سلام.